بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل اكله خفيفه النهارده. الجو حر زي النار، محدش طايق الطبيخ ولا حد قادر ياكل اي حاجه، فهنعمل النهارده اكله خفيفه وبسيطه كده من غير لا لحمه ولا فراخ، بعيد خالص عن الطبيخ، حاجه كل الناس بتحبها ما بتختلفش عليها. هنعملها بطريقه بسيطه وموفره، تنفع للنباتيين وتنفع للناس الصايمين كمان. زي ما قلت لك، اكلتنا للنباتيين وكمان اكله صيامي. كل اللي هنحتاجه شويه خضار موجودين في كل بيت، بطاطسايه، جزرايه، بصلايه، شويه فلفل اخضر، لو عندك فلفل الوان هتبقى حلوه جدا برضو. احنا مش هنعمل كتير، انا مش هحدد كميه، اعملي الكميه حسب عدد افراد اسرتك. هنقشر البطاطس زي ما انت شايفه كده، بالقشره او بالسكينه زي ما بتحبي تقشريها. قشري بطاطس بعدد افراد اسرتك، يعني نفترض ان انت 4 هتعملي 4 بطاطسايات على بصلتين على قرن فلفل وجزرايه واحده بس، هتكفي معانا الوصفه بتاعتنا النهارده. على المبشره بقى كده وابشري كل الخضار اللي هتعمليه. ابشري البطاطس، عايزه البشره بتاعتها تبقى على العين الكبيره بتاعه المبشره، تبقى طالعه معايا خرط بالشكل ده كده. وهبشر كمان الجزره، والجزره ممكن تبشريها فوق كده على العين الكبيره دي او تحت في الخروم الصغيره. جزرايه واحده بس على كميه الخضار اللي هتعمليها. ادي البطاطس بعد ما بشرتها، انا بشرت حوالي 5 بطاطسيات، بحطها في ميه وملح، وبرده بحط عليها نقطه خل. وادي جزرايه واحده بس لكل كميه البطاطس دي، ما تكتريش. وكمان بشرت بصلتين كبار على نفس المبشره، نفس خرطه البطاطس بالظبط. احط كمان شويه فلفل اخضر حراق كده على رومي، ولو عندك فلفل الوان زي ما قلتلك هيبقى حلو جدا في الوصفه دي. طاسه بقى على النار، وهحط شويه زيت حلوين كده، وهنزل بالبصل. الخضار كله النهارده هندبله بس على النار، مش عايزاه ياخد اي لون. هدبل البصله بسيط كده. اول ما تبدا تدبل ويبقى لونها شفاف، هنزل عليها بالبطاطس. البطاطس بطلعها بالميه بايدي كده، بعصرها كويس جدا من الميه والملح اللي منقوعه فيه، وبنزل بيها على البصل. انا عصرت دولت كده وحطيتهم في طبق ونزلت بيهم مره واحده. قلبي بقى البطاطس مع البصل كأنك بتعصجي لحمه، بس احنا دلوقتي بنعصج البطاطس. بقلبها كده في البصل لحد ما تشرب من ريحه البصل وتدبل مع البصله. ما تقعديهاش كتير على النار، هي البطاطس ما بتستحملش، بتستوي على طول. نص معلقه فلفل اسمر بقى، شوية توم بودرة، لو مش عندك توم بودرة ممكن تحطي توم فريش بيبقى حلو جدا. هنحط كمان شوية من بهارات الحواوشي، رشة كده قيمة نص معلقة شاي بس مش كتير. قلبي بقى. لو مش عندك بهارات الحواوشي ممكن تحطي شوية قرفة، شوية حبهان، شوية كبابة صيني بدل بهارات الحواوشي. نص معلقة بابريكا، المعلقة دي معلقة شاي صغيرة، لو بتحطي بمعلقة الأكل الكبيرة حطي نص معلقة بس. وكل ما بحط توابل بقلبها كويس جدا عشان البطاطس تتشربها. نزلت بقى بالجزراية وبالفلفل الأخضر، وبقلب الخضار كله في بعضه بس يدبل، مش عايزاه يستوي جامد، بس بدبله في الزيت حاجة بسيطة، وكمان يشرب من التوابل. بس كده الخضار بتاعي كله على النار اهو. بديله الحياء بقى بتاعه، نص معلقة ملح، وبقلب الملح في الخضار. الخضار قدامي بيجيب مية، انا بفضل اقلب فيه لحد ما يشرب المية اللي جابها. بعد كده بديله نص كوباية مية، حاجة بسيطة جدا من المية بس عشان يدخل في سوا، وبغطي الطاسة وبسيبها لما الخضار يشرب المية اللي فيه. ادي الخضار بتاعنا بعد ما تقريبا دخل في سوا 3/4 سوا كده. هجيب بقى العيش بتاعي ونبدأ نجهز أحلى أكلة في الدنيا محدش ما بيحبهاش. هنعمل حواوشي النهاردة، بس حواوشي بالخضار من غير لا فراخ ولا لحمة، حاجة كده خفيفة وطعمة جدا في الحر ده. عبي العيش بتاعك بقى بالخضار كويس كده وامليه كويس. بطاطس وبصل ريحته أصلا عاملة زي ريحة اللحمة بالظبط. أكلة حلوة جدا للناس النباتيين اللي ما بيحبوش ياكلوا فراخ ولا لحمة. اكبسي العيش بتاعك كويس واضغطيه حلو كده. هي طبعا لا هتكش معانا على النار زي اللحمة ولا حاجة، بس خلي الرغيف مليان قدامك. هملى بقى العيش بتاعي كله بالخضار كده، وسويه في كل العيش، ما تخليش فيه حتت فاضية. أكلة جميلة جدا يا بنات، تنفع غدا وتنفع عشاء خفيف، بعيد بقى عن الطبيخ والأكل اللي مبقاش نافع في الحر ده. بس كده أنا خلصت العيش كله مليته، هاخده بقى على جريل على النار كده تكون فيها الخطوط دي. احط فيها نقطة زيت بسيطة وانزل بالعيش، بس اديله البصمة بتاعة الجريل كده، الخطوط بتاعة الجريل.
ده حواوشي أنا عملته على الطاسة من فوق كده أو على الجريلا من فوق، ياخد بس البصمة بتاعة الجريلا. لو انتِ حابة تنزّليه في الفرن شوية ممكن تنزّليه في الفرن، بس الخضار بتاعنا مستوي مش محتاج يعني يدخل الفرن ولا حاجة. أنا باكتفي بس إن أنا أحمّص العيش كده على الجريلا وياخد البصمة بتاعة الجريلا، وبيبقى جميل جدًا ومقرمش جدًا مش محتاج أي حاجة. هاخلّص بقى كل العيش على الجريلا من فوق كده. وادي حبايبي الأكلة بتاعتي النهارده، عملت حواوشي بالخضار، حطينا فيه بطاطس وبصل وجزر وفلفل من غير أي لحوم من غير أي فراخ، ريحته تجنن، ريحته حلوة جدًا كأنِك عاملاه باللحمة. هنقطعه بقى كده بقطعة البيتزا وأوريهولك، تقطعيه بقى رباع أو نصاص زي ما انتِ عايزة، وجاهز للأكل ما بتاخدش 10 دقايق الأكلة دي على النار، ولا وقفتِ كتير في المطبخ في الحر ده ولا عملتِ أي مجهود. شايفة الجمال؟ خفيفة جدًا وما بتتعبش المعدة زي الطبيخ، وتغيير طبعًا عن أكلنا التقليدي اللي بنعمله كل يوم. لو عملتيها مرة في الأسبوع كده حاجة حلوة جدًا وتغيير ومختلفة. ممكن تعمليها للعشا أو للغدا، حلوة جدًا وبتأكل جدًا، جنب طبق سلطة خضرا بقى وسلطة طحينة وعيشي كأنِك عاملة حواوشي عادي جدًا. بس كده حبايبي دي الوصفة بتاعتي النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبِك وجربيها واكتبي لي رأيِك في الكومنتات. لو الفيديو ده عجبِك وطريقة الحواوشي دي عجبتِك ما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.